مهم جدا التركيز على كيفية التخلص من مشاكله. ادي الضربة الركنية تاني، عبد الواحد السيد تاني ضربة ركنية، ثالث ضربة ركنية على التوالي. اصوات الجماهير عليت، البدلاء خلاص بيحمسوا الجماهير، حسوا ان هم قربوا، حسوا ان هم ممكن يسجلوا. انقذ الموقف عبد الواحد السيد ودفاع. ليه ما حدش واقف على بعد ال10 ياردات للضربة الركنية؟ غريبة جدا. اتلعب الثاني عالية فوق، واول اهداف فريق افريقيا فعلا سجلوها من الضربة الحرة. كانوا مصرين ونجحوا باصرارهم في احراز اول اهداف اللقاء. ضربة ركنية اولى، ضربة ركنية ثالثة، ضربة ركنية فعلا الثالثة تبقى ثابتة. 1-0 لافريكا سبورت، 1-0. وفكر السادة المشاهدين ان لو انتهت المباراة ب1-0 هنلجأ الى ضربات الجزاء او ركلات الترجيح من علامة الجزاء مباشرة بدون وقت اضافي. اللي سجل الهدف هو اللي لسه واخد انذار، صوماليا بيلم. بيعترض لعيبة نادي الزمالك على اعتبار كان في اعاقة او حاجة، وبيقولوا للحكم روح كلم الحكم المساعد. هنا طبعا ما تبانش اي حاجة ابدا بالنسبة لنا، الاعاقة والزيادة العددية واضحة، مش باينة الامور. نزلت على الارض ودخلت مش واضحة الحقيقة، لكن انا بقول ان الحكم من البداية وهو ماشي كويس، مفيش اي الحقيقة مشاكل او بوادر ان هو يعني بيستنى حاجة او بيتلكك لحاجة. ولكن الضرب تغييرين، عبد الله سوري وديرو فايس. ضربة حرة لافريكا سبورت جوه منطقة الجزاء. الحاجات دي خطر جدا. يا الله، حكم اللقاء يقول ايه؟ يقول هدف. حكم اللقاء يقول هدف. الكرة تخطت المرمى. الحكم المساعد رفع ايده الشمال وادى الاشارة للحكم ان الكرة تخطت المرمى، وبرضه من كرة ثابتة. لعيبة نادي الزمالك رايحين للحكم المساعد الثاني ماجوتي ندايا على اعتبار بيعترضوا على صحة الهدف، وتبقى النتيجة 2-1 لافريكا سبورت. برضه الكرات الثابتة، سبحان الله، الكرات الثابتة هي السبب وهي المكمن الخطورة الوحيد لهذا الفريق. هدف اول من ضربة ركنية، هدف ثاني من ضربة حرة كانت على هاني سعيد. طلع عبد الواحد السيد في غير توقيته، وهنشوف تاني في الإعادة هل الكرة تخطت خط المرمى بين القائمين وأسفل العارضة ولا لا. 2-1. ادي عبد الواحد خد قرار انه يطلع. طالما طلعت يا عبد الواحد لازم تلمس. ادي اللمسة طبعا ما تبانش هنا ابدا، ما تبانش ابدا هنا هي عدت ولا لا. فتح الله هو اللي طلعها الحقيقة من المرمى. وادي الحكم يعني برضه هنا هيبقى صعب الحقيقة، هيبقى صعب. كاتش الكاميرا جانبيه. بص عبد الواحد طلع، كان لازم يضرب البوكس. عبد الواحد حارس كبير لن نختلف، حارس عظيم لن نختلف، لكن خطأ اعظم لن نختلف. هذه اللعبه الاخيره والله فيها شك، والله فيها شك. سيبك من ان الرجل الشمال لعبد الواحد مفاجأة المباراة النهارده كلاعب اساسي. الماتش اللي فات كان احتياطي. تاني ضربة ركنية اتعملت 2-1 الى سعيد قطة. عدى الولد ومر جريء ما شاء الله عليه، شجاع ما خافش. لا زالت الكرة في الملعب، بيعدي بشكل جميل وضربة جزاء. لا 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 لا، يحتسب خطأ لصالح، بل ضربة جزاء. نعم انها ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. سبحان الله، لسه بقول لحضراتكم ان عمر جابر او سعيد قطة قادرين على صنع ضربة جزاء، وبالفعل هي ضربة جزاء. ضربة جزاء. بقول لكم حكم بهذا الشكل بهذا الاسلوب حكم محايد جدا. لعيبة الزمالك فعلا كان لازم تفكر في موضوع ضربة الجزاء، وقد كان مع الدقيقة 82 تسفر تغييرات شحاتة وتسفر تقدم لاعبي نادي الزمالك للامام عن فرص، عن خطورة. ادي اللعبة الاخيرة وادي اللعبة الخطرة وادي العرقلة وادي ضربة الجزاء. الحكم السنغالي الحقيقة عثمان بول بيحتسبها لصالح نادي الزمالك. 2-0 لافريكا سبورت، 1-0 مباراة الذهاب. حتى الآن أفريكا سبورت متأهل. لو سجل الزمالك وانتهت المباراة هو اللي يتأهل. الزمالك خسر في هذا الملعب قبل كده مرتين، 2-0 و2-0. هذه المرة ضربة الجزاء 2-1. يا سلام عليك يا عمرو، يا سلام عليك يا عمرو. عمرو زكي يظهر في الوقت المناسب بقيمته بكفاءته بإمكانياته بقدراته. من كان هدافا للدوري الإنجليزي، من سجل 10 أهداف في أقوى دوريات العالم، يسجل لنادي الزمالك ويسعد جماهير الزمالك بل الجماهير المصرية في كل مكان. هدف الحقيقة هو هدف الإنقاذ حتى اللحظة لتصبح النتيجة 2-1. سجل عمرو زكي من قبل هناك في